إذا شفت شاب سوري واقف على ارتفاع عالي وتحته مي فعرف أنه حموي، والشي اللي رح تشوفه بعد ثواني هو أشهر قفزة بسوريا. هيك بيقولوا النكسة الجنابية، بيشتهروا فيها بعض الشباب بحماه، بيصعدوا لفوق من خلال تسلق الناعورة لترفعهم وهي عم بتدور، وبينكس الشاب من أعلى الناعورة. طبعا بالشام بيقولوا شكة وبحما نكسة، وأثناء هالنكسة بيميلوا على جنبهم، لهيك سموها النكسة الجنابية. وبعضهم بيصيروا بيحيوا الناس من فوق أو بيلقوا اقتباسات من أعلى الناعورة، وأشهرها قال له يا صاح مالك دواء غير النواعير تروح، من يوم ما فارقتها أصبحت حالي لسه بلا روح. طبعا هالحركة خطيرة لأنه كتير ناس انأذوا بسببها. تحولت هالنكسة عبر التاريخ لتراث لا مادي حموي سوري، بيتباهوا الشباب بشجاعتهم وهن عم بيأدوها. أيام زمان كان النهر نظيف وكل الناس تسبح فيه، بس للأسف ما عاد مثل قبل، لهيك ما نصحي أبدا السباحة فيه. بس يا ترى شو اللي بيدفع الشباب يتسلقوا ويعملوا هالنكسة؟